أهلا أهلا، يسعد أوقاتكن يا رب. كيفكن؟ شو أخباركن؟ إن شاء الله تكونوا كلياتكن بألف خير. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد بعد غياب تقريبا أكتر من شهر. بتمنى يا رب إنه يعجبكن. وسبب غيابي عنكن أكتر من شهر فهلا إن شاء الله ححكي عنه بالفيديو. فتقريبا هذا الشهر اللي غبت عنكن، يعني غبت عن التصوير، ما صورت فيه. فخلاص يعني كانت إجازة كاملة، ما صورت ولا أي شي هيك، بس أشياء كتير خفيفة. بس هلأ إن شاء الله يعني رجعت وحرجع للتصوير ولعمل فيديوهات. فبتمنى يا رب إنها تعجبكن، ولا تنسوا تحطولي لايك، واللي منه مشترك بالقناة يشترك بالقناة. وشكرا كتير لكم. فخلونا هلأ نشوف الفيديو مع بعض. هلا هذا الفيديو انا مصورته تقريبا من شي شهر وزيادة، وكنت على اساس انه قبل ما اقطع هيدا القطعة اني انزله خلاص، يعني بيكون هذا الفيديو الاخير لإلي قبل الاجازة. بس ما صار عندي وقت لاني ارتبه. فهلا يعني رتبت الفيديو هذا، عملت له مونتاج ونزلت، يعني ضفت عليه هيك كم من تفصيل صغير خاص بالاجازة تبعيتي. وإن شاء الله يا رب إنه يعجبكم. وهلا هون كنا بمول الإفينيوز، دخلنا يعني هيك كذا محل. كان ناقصني شوية أغراض للسفر، فحبيت أجيبهم. ودايما كالعادة هذا المحل مينوسوت على ما أعتقد اسمه، صراحة ناسية. فيه هيك يعني شغلات حلوة. فأنا وعهد دايما بنحب لما نروح أي مول ندخل لهذا المحل، لأنه هو موجود بكل المولات اللي في عمان. ففيه شغلات حلوة هيك، بس شوي غالية، يعني أسعاره بصراحة شوي غالية، بس ولكن حلوة. فخلصنا منه هذا المحل، وبعدين رحنا محل R&B. يعني كان ناقصني بيجامات وأغراض إلي والعهد، فدخلنا أخدناهن وطلعنا. هيدي المروحة يعني شفتها هيك كتير هيك ظريفة ولطيفة، حتى قلت يعني هيدي مناسبة للسفر تبعنا، هيك يعني صغيرة على قد الإيد وبتنشحن شحن. بس ولكن هون سعرها تقريبا 3 ريال وشوي. بR&B بريال ونص أخدتها. فنفس الشي، يعني نفس الشكل، ما بتختلف كتير عن هيدي. فأخدت وحدة العهد كتير حلوة هيك خفيفة على قد الإيد. وبعد ما خلصنا يعني الأغراض اللي بدنا إياها، عهودي كانت جوعانة، فدخلنا المطعم اللي تابع لإيكيا. فهيك أخدنا شوية شغلات أكلناهن، وبعدين روحنا البيت. وهيدول الأغراض اللي كنت مشتريتن من R&B. فحبيت هيك أشارككن فيهن، أفرجيكن إياهن. في عنده شغلات كتير حلوة هالمحل. والحلو انه بين الفترة والتانية يعني بيعمل تخفيضات وهيك، فبتطلع اسعار القطع حلوة. يعني كنت جايبة فستان لعهد علشان العيد، تقريبا حق منه 8 أو 8 وشوي ريال. رجعت شفته بالسيل عاملينه ب3 ريال. فلما بيصير عندهم يعني هيك بيخفضوا بالأسعار، فبتكون أسعارهم حلوة. وهو بطبيعة الحال أسعاره معنا غالية، يعني ما في عنده اشياء غالية كتير وهيك. وانا بحسها انه حلوين يعني للاطفال. يعني انا من الاشخاص اللي ما بحب اشتري قطعة كتير غالية للاطفال وهيك، وانه بيلبسوها لبسة لبستين بعدين انه دغري بتصغر. يعني ما شاء الله الاطفال بهالعمر هذا، الاطفال دغري يعني بتكبر القطعة، ما بتضل عندهم. فكل موسم بموسمه وكل فصل بفصله وهيك. فما بنقدر انه نشتري القطعة نقول لا نخبيها لبعدين. لا، يعني انا بالنسبة لبنتي بشتري لها الغرض يعني خلال فترة بسيطة، انه اذا ما لبستها حتقصر عليها او تصغر. فبحب اني اشتري اشياء اسعارها تكون خفيفة، ما اشتري اشياء غالية وبعدين اني يعني ازعل عليها انه بنتي ما قادرة تلبسها.
فاشتريت لها، هي كان ناقصها كم من غرض، فاشتريت لها هذا البنطلون كتير حلو وفستان، وشفت هيدي التنورة كتير هيك شكلها حلو. هلا هيدي التنورة في إلها كمان قميص، بتقدر يعني إذا بدي بشتريهم مع بعض، وإذا بدي لأ بشتري التنورة لحال والقميص لحال. وهدول الشورتات القطن كتير بحبن، يعني تحت التعباء بلبسها الكولون وبلبسها هدول فوق منن، فكتير حلوين يعني حتى بالمدرسة هيك بعمل معاها. واخدت هيدول البيجامات لإلي كمان، هيك كان سعرن حلو. بس هاي القماش انا ما كتير بحبها، ما كتير بفضلها هيك، يعني بسموها قماشة الزبدة او هيك شي، فما كتير حلو، خصوصا لانه هون يعني نحنا عنا كتير حر، فهن بيعطوا شوب زيادة. بس انه قلت يعني انه مناح للبيت، فاخدت تنتين وحدة منهم إلها يعني كنزة، هي قميص نوم لحال منفصلة، بس أنا يعني عملتن بيجامة مع بعض، فحلوين يعني شكلهم، بس يا ريتهم كانوا قطن بيطلعوا أحلى. هايدي المروحة اللي شفتها بالمحل هذا ميني سود، كان حقن منها تقريبا 4 ريال، فهون أخدتها ب1.5 ريال. كتير حلوة، لو فيها أضواء يعني بتغير الأضواء تبعيتها، الضوء اللي إلها، فكتير حلوة. وشفت كمان بوكسات، هيدا اللانش بوكس مشان عهد، فيعني قبل ما يعني ناخد الإجازة كانوا منزلين أغراض المدارس وهيك، فكانت في أشياء كتير حلوة، فأخدت لها هدول القطعتين العهد، فكتير حلوين يعني هدول. بكرة إن شاء الله بحط لها فيون فواكه، فكتير حلوين. وأخدت لها لانش كبير، عفوا بوكس كبير، يعني قلت حلوين. هلا انا رح اجيب لها كمان غيرهن، فبصير ببدل بيناتهم، لاني ناوية اتخلص من القديمات اللي كانوا عندها. فبس هدول كتير حبيتهم يعني للفواكه او المكسرات، بس عهد ما بتاكل يعني مكسرات، ممكن احط لها اشياء تانية فيه، فكتير شكلهم هيك حلو صغار. وإن شاء الله يعني لما نرجع من الإجازة أكيد يعني حشارك معكم ترتيبات اللي رتبتها علشان مدرسة عهد. فكمان أخدت هيدا البوكس كتير حلو، وهي بتحب هيدي الشخصية، يعني يا بتحب اليونيكورن يا أما فروزن شخصية أليسا، فهي بتحبهم. فأخدت لها هدول التنتين، وإن شاء الله يعني لما تخلص إجازتنا يعني قلت
كمل أغراض المدرسة وهيك. طبعا أنا هلا عم سجل هذا الفيديو بعد ما خلصت الإجازة ورجعت على بيتي، بس إنه يعني وقت التسجيل يعني وقت اللي اشتريت هدول الأغراض فاشتريتهم هيك مبدئيا، قلت إن شاء الله يعني بعدين برجع بكملها. فهدول هن الأغراض كتير حلوين، وحتى عهودي كتير يعني حبتهم. وهون حبيت هيك أعطي لحالي إجازة صغيرة هيك أقعد أرتاح فيها، فعملت نسكافيه وقعدت أشربها وجربت المروحة على عهد، فكتير حبيتها. حتى كنت ناوية أخد منها معاي هدية للمكان اللي أنا رايحت له، ف... فبعدين نسيت يعني انشغلت وما صار عندي إني أرجع أخد وحدة منها. فهلا طبعا يعني علشان انه الاجازة تبعيتي انا ما حكيت بداية الفيديو وين رايحة، فانا رايحة لعند اهلي على سوريا. فتقريبا انا كل سنتين بنزل اجازة لعند اهلي، فهالمرة حبيت هيك انزل وعروني صغيرة على حضني الله يخليها يا رب. فحبيت انزل لعند اهلي زيارة نقضي الصيفية هنيك انا والبنات. فالحمد لله يعني رحنا وانبسطنا كتير، ولهذا السبب اني انا ما صورت وما حبيت اني انشغل كتير بالتصوير وبالفيديوهات وهيك، لانه انا كل سنتين لحتى انزل اجازة وحدة. فهدول هيك يعني كنت اخذ شوية اغراض يعني هيك اشياء خفيفة لولاد اخواتي والولاد اللي موجودين في العيلة وهيك. وعهودي كانت حابة تاخد يعني لبنات خالها هدول الألعاب على إنه هيك يعملوا فيهن أساور أو سلاسل وأشياء يتسلوا فيهن. فالحمد لله يعني رحنا وقضينا إجازة حلوة أنا وعهد. عرين والصغيرة ما كتير يعني بعدها بتفهم بالإجازات، فالحمد لله يعني، وإن شاء الله يا رب أرجع أشوفهم على خير مرة تانية كلياتهم. وهاي هون يعني وصلنا للمطار. طبعا ما فرجتكن انا وعم ضب الاغراض واشياء لانه كانت يعني هيك متاهة خبصة طويلة عريضة. ف ضبينا تقريبا ضليت يومين وانا عم رتب فيهم. فالحمد لله. فهاي هون يعني نحنا في المطار اول حدا كنا يعني ناطرين علشان الوزن وهيك. فالحمد لله تيسرت الامور، فحطينا الأغراض وبعدين يعني خلص ودعت زوجي ودخلنا أنا وعهد وعرين. فالحمد لله يعني كانت الرحلة ميسرة، ولكن تأخرنا تقريبا شي ساعتين 3. يعني المفروض أوصل على مطار دمشق الساعة 7 الصبح. أنا طالعة من مطار دمشق تقريبا الساعة 11:30، يعني لحد ما شفت أهلي برا تقريبا 11:30 أنا طالعة. فشوي تأخير بالطيران وشوي بالتأشيرات للبنات، فأخدت كتير وقت معاي.
بس الحمد لله يعني انبسطنا كتير وغيرنا جو وهيك. فبتمنى يا رب انه يعني هيدول السنتين كمان يمضوا بسرعة علشان ارجع مرة تانية اشوفهم. ما في شيء. لا ما في شي. هاي طاحت. امسكي اياه. أنا طالعة من بيتي تقريبا الساعة 11 المساء، وكانت الطيارة بحدود 3 يعني الموعد 3، بس قالونا إنه تعالوا قبل بوقت، والبيت كتير قريبة من المطار. بس طالعين نحن الفجر يعني متل مو شايفين كان خلص طالع الضوء هيك، فتأخرت كتير الطيارة لطلعت من مطار مسقط. وهيدي هون يعني بالأراضي السورية، فقبل ما تنزل بمطار دمشق، فكمان يعني أخد شوي الوقت معي لحد ما طلعت برا يعني عشان التأشيرات. فبس صراحة يعني ما في أحلى من هذا الشعور إنه هيك لما توصل طيارة مطار دمشق، وإنه خلص يعني أنا بعد شوية حشوف أهلي وهيك. فشعور كتير حلو. فيا رب الله يعطيهم الصحة والعافية دايما ويضلوا في خير، ونشوفهم ونزورهم وإن شاء الله هن يا رب كمان يقدروا يزوروني. فهيك بكون وصلت لنهاية الفيديو. بتمنى يا رب انه يكون عجبكم. ان شاء الله بشوفكم بفيديو جديد، ومن هلا لوقتها تبقوا بألف خير يا رب.